نهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب مصري عايش في الدنمارك. النهاردة هتكلم عن التنمية المستدامة وأهميتها للدول الفقيرة. التنمية المستدامة هي ببساطة تنمية تحقق احتياجاتنا اليومية من غير ما ندمر أو ننقص موارد الأجيال اللي جاية، يعني اللي هي الموارد اللي تكفيهم احتياجاتهم، ولكن لازم نحقق ده مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الفقراء عشان نحقق حقوقهم الأساسية لحياة أفضل. يعني المصطلح بتاع التنمية المستدامة استخدم لأول مرة في سنة 1987 في تقرير من لجنة كانت تابعة للأمم المتحدة، وكان بيرأسها رئيس الوزراء النرويجي الأسبق، كان اسمه جرو هارلم برونتلاند. عشان كده اتعرفت باسم لجنة برونتلاند في محاولة لحل مشاكل البيئية بالتوازي مع حل مشاكل الفقر. وده طبعا كان بيهدف اللي هو العمل على تغيير طريقة عملنا مع القضايا البيئية والتنموية. المفهوم العالمي قايم على أساس التضامن مع الأجيال القادمة، خاصة في الدول اللي عايشة حاليا بكمية محدودة من الموارد، وده طلع أنه من مصلحة العالم المتقدم الاهتمام بالدول دي. يعني نجاح التنمية المستدامة بيعتمد أن المجتمع العالمي بيعمل في 3 مجالات في نفس الوقت. بيعمل الحالة الاجتماعية والمناخ والبيئة والاقتصاد، وبيسموه ده بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، لأنه بيربط العلاقة بين ال3 حاجات دي، وعلى مدى النجاح ربط العلاقة بين ال3 اللي ذكرتهم بتنجح فكرة التنمية المستدامة. بالرغم من حجج الدول الخايبة اللي عايشة على نظرية المؤامرة، فالأمم المتحدة الحقيقة ماشية بجد في خطة عمل مشتركة علشان تقضي على معظم الفقر في العالم وتوقف تغيير المناخ بحلول سنة 2030. وده بيتم من خلال الفهم الجديد اللي هو ربط الاقتصاد بالمساواة وبالبيئة. اكتشفوا انها ال3 حاجات دي بتأثر على بعض بشكل كبير، يعني لازم نلاقي حلول تعمل توازن ما بين إساءة استهلاكنا للبيئة وبين اقتصادنا وبين المساواة. لو ان التوزيع العادل للموارد هيخلي فيه استدامة للناس اللي هي القوى البشرية يعني، واستدامة كمان للبيئة. علشان نحقق التنمية المستدامة، أول حاجة لازم نحسن الظروف الاقتصادية بالحد من الفقر. مع أن البلاد الفقيرة ما عندهاش صناعات كبيرة عشان تلوث بيها البيئة، لكنها هي أكتر البلاد اللي بتتضرر من التغييرات اللي بتحصل، زي ما بيحصل فيضانات أو جفاف أو مجاعات أو حرائق، هي أول حاجة اللي بتتأثر. في مفاوضات المناخ الدولية، الدول الفقيرة أو الدول النامية بنسميها صرحت أن الدول المتقدمة، الدول الغنية، هي المسؤولة عن التلوث وعن أزمة المناخ، وهي اللي لازم تدفع فاتورة الدول النامية، وكمان تدفع لهم تعويض عن الخسائر والأضرار اللي بتحصل نتيجة لتغير المناخ. حتى انه في تقرير اسمه اوكسفام لسنة 2016 عن حالة العالم اليوم، بيأكد ان فجوة بتزيد بين الأغنياء والفقراء، بدليل ان حاليا اللي تملكه أغنى 8 شركات في العالم قد اللي بيملكوا نصف سكان العالم. طبعا ده حاجة صعبة جدا، ويعني ما هياش فير، ما هياش عادلة أبدا إن نعيش بالطريقة دي. بالنسبة للدول اللي تعيش في فقر زي مصر على سبيل المثال،
مهم قوي تطبيق التنمية المستدامة فيه، يعني هي أولى إن هي تطبق فيها التنمية المستدامة، علشان ده أول حاجة هيعملها هيضمن للطبقة الفقيرة حقوقهم الأساسية لحياة كريمة. وبالنسبة للبنادق الغنية يهمها كمان إن هي تساعد الدول الفقيرة عشان تحقق التنمية المستدامة. وده يعني عاوزين يساعدوا مش علشان سواد عيونهم، ولكن علشان هم يعيشوا طبعا في استقرار وفي سلام. في الجراف ده واضح انه الفقر في زيادة من ايام النظام العسكري ما بدأ في الخمسينات، وهو فيه زيادة. وطبعا حجة زيادة السكان حجة خايبة، والنظام بيبقى فاشل لو ما قدرش يستفيد بالقوة البشرية. ولكن واضح انه النظام دون فشل في انه هو يقلل الفقر. مؤخرا العالم المتقدم غني اقتنع ان الفقر وعدم المساواة بيسببوا طبعا اضطرابات وانقسامات داخل الدولة، ولما بيزيد الاضطرابات دي بتؤدي للصراع، وبعدين بتؤدي الى تمرد سياسي، ولما بتزيد اكتر بتؤدي لثورات وصراعات. ويمكن تكون الثورات والصراعات دي تكون لصالح مستقبل الدول اللي ابتدى فيها الحاجات دي، لكنها طبعا بتعكر صفو الدول المتقدمة بطرق كتيرة، إما عن طريق الهجرة غير الشرعية ليهم، أو بالإرهاب اللي ساعات بيبقى كانعكاس لحالة الفقر، أو بالانحياز لواحد من أطراف الصراع. الدول المتقدمة طبعا شايفين إنهم اشتغلوا واجتهدوا ومن حقهم إنهم يعيشوا في هدوء وسلام. بالإضافة إلى الوصول لتوزيع عادل، لازم كمان نغير الطريقة اللي بنستخدم بيها الموارد، ويكون في توازن في الاستهلاك. فمثلا لو كان السكان على كل الكرة الأرضية هيستهلكوا زي استهلاك سكان الدنمارك، فده معناها ان احنا هنحتاج مساحة 3 مرات قد الكرة الأرضية. لكن لو هيستهلكوا زي استهلاك سكان الهند، فهنحتاج بس مساحة قد نص الكرة الأرضية. يعني باختصار لازم نوصل لتوازن مناسب. كمان لازم نزود الوعي عند الشعوب الدول النامية دي بنشر مزايا النمو الأخضر باستخدام طاقة نظيفة ما تلوثش البيئة، عشان تبقى التنمية مستدامة. يعني ما نخلصش على الموارد الأرض، ونقنن فيها بحيث يتبقى للأجيال اللي جاية. تاني حاجة لازم نوقف طبعا تغيير المناخ اللي هو الأساسي يعني في الموضوع، وده بعد مهم للتنمية المستدامة. يعني نبص للطبيعة وللمناخ كمورد نستفيد منه، لأن الطريقة اللي بنستخدم بيها الطبيعة حاليا هتدمر الطبيعة وكمان هتدمر الناس. أهم وأخطر المضار من تغيير المناخ هو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اللي بتسبب تسخين البحر وتسخين الهواء، وبتدمر النظام البيئي، وبتسبب في انقراض كتير من الكائنات الحية والنباتات، وبتخلينا طبعا أكثر عرضة للكوارث الطبيعية. والنتيجة النهائية إن هي بتهدد سبل العيش في حالة الصراعات والحروب من أجل الموارد الطبيعية ومن أجل البقاء. بتقول التقارير إن الدول الصناعية الغنية في العالم هي المسؤولة عن حوالي 65% من تلوث الغلاف الجوي، لأن أكبر الانبعاثات جاية من حرق النفط والبترول والفحم والغاز، ودي موارد ما بيعادش يستخدمها، لذلك بتضر البيئة طبعا. وما فيش قدامنا الوقف تغيير المناخ إلا استبدال الطاقة التقليدية بالطاقة النظيفة، زي طاقة الرياح، طاقة الشمس، وطاقة المياه. وده طبعا ابتدى فعلا موجود في دول كتيرة متقدمة في الجزئية دي.
النمو الاقتصادي والازدهار اللي حصل في القرن الماضي في الدول المقدمة زي الدنمارك مثلا كان مؤكد كان على حساب تلوث البيئة، واللي سبب تغيير المناخ. وزي ما ذكرت، مع ان الدول الفقيرة بتلوث البيئة اقل بكتير، لكنها هي اللي بتتضرر اكتر من تغيير المناخ، زي الفيضانات والجفاف والمجاعات والحرائق. تالت حاجة اللي هو يجب عشان نحقق التنمية المستدامة يجب مراعاة البعد الاجتماعي. يعني مهم حصول جميع الناس على حياة كريمة وعلى حقوقهم في العمل والمساواة والصحة، بحيث يبقى ليهم فرصة تأثير على حياتهم وعلى المجتمع اللي عايشين فيه. زي في حالة مصر، بتأدي طبعا زيادة السكان بتأدي على الضغط طبعا على الموارد الطبيعية، وبالتالي بتزود الفقر. بالطبع يمكن الاستفادة من النمو السكاني كقوة بشرية بشرط ان هي تكون متعلمة. يعني الاول نعلم الفقر، نزيل الفقر اولا، ثم نعلم الشباب، وبعدين في الحالة دي نقدر نزود عدد السكان. عشان كده جت أهمية الاستثمار في التعليم، ولكن لغاية ما نعلم نسبة كبيرة من الشباب لازم نحدد وننظم الناس. أثبتت تجارب عدد كبير من الدول أن حصول النساء على التعليم ساهمت في تنظيم النسل وخفض عدد الأطفال، وكمان أدخلت المرأة إلى سوق العمل وتعلمت الفتيات، وكان لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للبلاد. في 25 سبتمبر 2015 اتبنت الأمم المتحدة 17 هدف عالمي للتنمية المستدامة علشان حماية كوكب الأرض. وعشان تتحقق الأهداف دي لازم على الجميع المساهمة، سواء حكومات أو قادة أو شركات أو منظمات حكومية وغير الحكومية، ونفس المواطنين. لازم الجميع يتعاون في هذا المجال. يعني معظم الدول 17 هدف، ومعظم الدول وأولهم الدول الإسكندنافية بتشتغل بجد لتحقيق الأهداف 17 دي، واخدها حرفيا يعني، وبتشتغل في كل واحدة بإخلاص. والحقيقة هو ده الأمل إن بقية الدول تمشي على نفس الطريق، إن هي تحاول تحقق 17 هدف دول، وهتبقى دي هي الأمل الأخير لحماية كوكب الأرض. طبعا في عشرات الكتب بتتكلم عن التنمية المستدامة، ممكن المتابعة معها والتعمق أكثر في الموضوع ده. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء قادم تحت شعار الديمقراطية هي الحل.